الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيد رسله وأشرف خلقه سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين أبد الآبدين ودهر الداهرين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين والعالمين، السلام عليك يا أم الحسن والحسين، السلام عليك وعلى بعلك وأبيك وبنيك، ثم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يسير البشر نحو الكمال بما أودع الله في نفوسهم وفي فطرتهم من حب للارتقاء والسير إلى المقامات التي خلقها الله وخلقهم من أجله. ولذا نجد أن البشر على طول التاريخ لا يألو جهدا في سبيل البحث عن السبل والطرق التي توصله إلى الكمال المطلق، ولا كمال مطلق إلا لله. لكن الإنسان بما أودع فيه من روح الله يسعى للالتحاق بذلك الكمال، ويسعى للاغتراك من ذلك المحيط إن صح التعبير بالمحيط، ويسعى لإدراك بعض تلك الصفات وبعض تلكم الملكات، وتراه لا يدخر جهدا في سبيل الوصول إلى أسرار الوصول إلى الكمالات، وإلى أسرار الطرق الموصلة إلى ذلك الكمال. ولعل البشر ضاعوا في زحمة تيارات باسم الكمال، إلا أنها لم توصل البشرية ذات يوم إلى أي كمال. ولذا نجد أن البشر شرقوا وغربوا على طول التاريخ بمناهج مخترعة اخترعوها لأنفسهم محاولين الوصول بذلك إلى الكمال، لكنهم تاهوا ولم يصلوا. القيمة المجردة والمثل المجردة لا تنعكس في نفوس الناس ما لم تكن مترجمة على شكل سلوك يمشي في أوساط الناس، ما لم تترجم على شكل إنسان يحاكي الناس ويصغي الناس إليه ويروا فيه ما يروا في أنفسهم ويحتاجوا إلى ما يحتاجون إليه. من هنا لم يكتف الله عز وجل بإرسال قراطيس تنزل على البشر فيقرأ من خلالها الدستور الذي يصلح لحياته. كان بإمكان الله عز وجل ولله القدرة المطلقة أن ينزل هذا القرآن على شكل قراطيس تصل إلى كل واحد منا، وأن ينزل الأحكام الشرعية على شكل رسالة عملية مفصلة بلغة أيسر من تلكم اللغة المتداولة، ثم نسير على نهجها. لكنه عز وجل أرسل إلى البشرية 124,000 نبي ومرسل، ناهيك عن الأوصياء والحجج. والسبب
أن القيمة المجردة والمثل المطلقة ما لم تجسد في إنسان لن تكون قابلة للاقتداء ولن تكون قابلة للتطبيق. إذا دعا الله إلى قيم الوفاء والصدق والإخلاص والعبادة إلى غير ذلك من القيم ولم نجدها مجسدة في أناس، ولم نجد أناسا مثالا للوفاء المطلق والصدق المطلق والإخلاص المطلق، لن يكون باستطاعتنا تطبيق تلك القيم على نفوسنا. نحن مع أن وجدنا في التاريخ شخصيات كبرى جسدت تلك القيم وكانت بحق قرآنا ناطقا مترجما للوحي بين الناس، إلا أن مع ذلك نعتذر لأنفسنا ونبحث عن أعذار واهية نبرر بها سلوكنا قائلين وما يوصلنا وما الذي يجعلنا قادرين على الوصول إلى تلك الكمالات. فما بالك لو ظلت تلك الكمالات وتلك القيم وتلك الأفكار رهينة قراطيس وكتب؟ من الذي سيسعى إلى تطبيقها؟ من الذي سيسعى إلى تأصيلها في النفوس؟ بعبارة أوضح، من الذي سيسعى إلى ترجمتها بين الناس؟ الله جل وعلا بعث الأنبياء وجعلهم من عامة الناس، من أوساط الناس، منهم بتعبير القرآن الكريم. لم يكن شخصا منعزلا في زاوية، ولم يكن شخصا يسكن برجا، ولم يكن شخصا باصطلاحهم من عظماء القريتين. كان شخصا أشكل عليه أنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فقال المشركون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ طلبوا أن تنزل تلكم القيم على رجل من إحدى القريتين عظيم يملك ثراء يستغني عن السعي في حوائج ذاته، ثم حين يطبق ذلك العظيم القيم في حياته سنعتذر نحن بالتبع عن الالتحاق بركبه والاقتداء بسلوكه، لأننا لا نمتلك ما يمتلك ولأننا نفتقد ما عنده من إمكانات. لكن حين يطبق تلك القيم ذلك النبي الأمي من وسط الناس ومن عامة الناس، بل ويخرج من مدرسته أشخاصا شربوا حب تلك القيم فعادوا تراجمة لوحي الله، ذلك أصدق معجزة على صحة الرسالة. من هنا كانت شخصية علي صلوات الله وسلامه عليه المعجزة الكبرى في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا سعى البشر على طول التاريخ لاصطناع القدوات والاختراع الأسوة، حتى القيمة التي لم يجدوا لها مصداقا اخترعوا لها في التاريخ مصداقا. قد لا يكون في التاريخ شخص اسمه قيس أو امرأة باسم ليلى، لكن تعشق الناس لقيمة الوفاء يجعلهم يخترعون قيسا وليلى عند العرب أو روميو وجوليت عند الأعاجم حبا لقيمة الوفاء، وقد لا يكون هناك لا قيسنا ولا روميوهم، بل المحقق أن روميو ليس موجودا في التاريخ، لكنهم صنعوا له قبرا وقبره اليوم يزار في إيطاليا تعشقا لقيمة الوفاء. ولست أريد الاستطراد في ذكر شخصيات موهومة في تاريخ البشرية، بالذات في تاريخي الصين والهند، حين اخترعوا شخصيات ليس لها وجود، شخصية تجسد الشجاعة المطلقة كرستم الفرس، وشخصية تجسد الصدق المطلق وهي وهم من خيالات شاعر
مع الاعتذار للشعراء الحاضرين. فتعشقهم الناس وراحوا يحيكون حولهم القضايا والأحداث وينسجون حولهم قصصا وحكايا من أجل إيجاد شخص جسد تلك القيمة نسلي به أنفسنا. لكننا مع الأسف نحن أبناء هذا الدين وأتباع هذا المذهب، ونحن نمتلك شخصيات حقيقية جسدت أرفع القيم وأصدق المثل، فرحنا مبتعدين عن واقعها وحقيقتها. لم نستطع أن ننسج خيالا حولها، بل لم نستطع مهما سمى إليه خيالنا أن نصل لإدراك بعض كله. نزهونا عن الألوهية وقولوا فينا ما شئتم، لأن خيالك مهما سمى وعقلك مهما ترفع فلن يصل إلى ذرة من ذرات ذلك المحيط أو قطرة من قطرات ذلك البحر. يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا. مهما حاولت البشرية على طول التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن تصل لبعض شاطئ علي، ستكون غارقة في الشاطئ دون المحيط ودون البحر. إنه العجز المطلق. لكننا مع الأسف الشديد مع امتلاكنا لهذه الثروة، مع امتلاكنا لهذه الشخصيات، رحنا نبحث عن شخصيات موهومة، ورحنا نطلب المدد من أساطير في التاريخ، وتركنا واقعنا. شخصيات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لم يظلمها الأبعدون، ظلمها أتباعها قبل أن يظلمها الأبعدون. ظلمها أتباعها لأنهم أولا لم يعرفوها حق معرفتها، وثانيا لم يتأسوا بها حق التأسي، ولم يقتدوا بها حق الاقتداء. ولهذه القضية، لضرورة وجود القدوة ووجود الأسوة، لاحظنا الإعلام المعاصر يركز في نفوسنا وفي محيط بيوتنا وفي عقليات ونفوس أبنائنا شخصيات وهمية. فإذا بكل ابن من أبناء هذا المجتمع يحفظ اسم كل ممثل واسم كل رياضي واسم كل سخيف من سخفاء هذا العالم، إلا أنه لا يعرف شيئا عن القدوة الحقيقية. صدقوني أني لا أقول هذا القول جزافا. قبل سنوات مقابلة مع امرأة في ذكرى ميلاد الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، في مقابلة صحفية، حين تسأل تلك المرأة عن واقع الاقتداء بالسيدة الزهراء، فتقول بعبارة أخجل من نقلها إلا أني أنقلها لتدركوا كم هي المأساة. تقول أن الزهراء قدوة لجيل غابر، ثم تأتي باسم ممثلة ساقطة، فتقول أن هذه الممثلة هي قدوة النساء في جيلنا اليوم. لم يكن هذه العبارة أو لم تكن هذه العبارة صادرة من فم امرأة مسيحية، بل كانت صادرة من فم امرأة شابة شيعية. إلا أن الإعلام حين يسقط علينا كسفا من شخصيات واهمة وموهومة، رحنا نحن بدورنا نتعشق تلك الشخصيات، ونرى أن هذه الشخصيات هي الشخصية المثلى وهي القدوة الكبرى، وراحت ألسنتنا وألسنة أبنائنا تلهج بذكر هذه الشخصيات، وراحت عباراتهم وأسماءهم تطبع في كل شنطة وقميص وحذاء.
أما الشخصيات التي أمرنا بالاقتداء بها: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. أما شخصية علي وشخصية فاطمة فالظلم حليف لهم. نحن اليوم وفي خصوص واقع المرأة بحاجة إلى مثل أعلى يجسد مجموعة من القيم أعرض لها على نحو الإجمال. القيمة الأولى قيمة الوصول إلى الكمال البشري، ولست أعني الكمال المطلق، إذ أن الكمال المطلق مختص بالله جل وعلا، لكن أن يعتقد الإنسان أن بإمكان الإنسان البشر والإنسان المرأة أن يصل إلى ذروة الكمال بحيث يرتفع إلى المستوى الذي يؤهله لأن يكون خليفة الله على الأرض. صدقوني أن الكثير لا يعتقد بهذه الإمكانية، وحين نأتي له بشخصيات وصلت إلى قمة الكمال البشري فيعتقد بجانب العصمة فيضيع علينا جانب الاقتداء. الله عز وجل عصم أنبياءه وأوصياءه، لكنه عصمهم بما اعتصموا، لم يخلقهم معصومين رغما عنهم، وإلا فما الفضل؟ الفضل في أنهم اختاروا أن يكونوا معصومين، اختاروا العصمة، اختاروا أن يكونوا مطهرين فعصمهم الله، أخلصوا فاستخلصهم الله. إذن الخطوة الأولى بيد الإنسان. لا يمكننا أن نحتج بعصمتهم في تبرير عدم تأسينا واقتدائنا بهم. يأتي شخص إلى الشيخ الصدوق رضوان الله عليه فيسأله سؤال قائلا: هل يمكن للبشر أن يعيش عمره دون ارتكاب حرام؟ فيقول له الشيخ الصدوق: ويحك، إني لم أفعل مكروها منذ 40 سنة، فكيف تسأل عن الحرام؟ العصمة باصطلاح علماء الكلام جائزة، يعني يمكن للإنسان، هذا الإنسان أنا وأنت، أن نصل إلى هذا المقام لو تأسينا وتمسكنا واعتصمنا بحبل الله، وهم حبل الله، هم حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، من تمسك به عصم. كونهم معصومين لا يلغي جانب الاقتداء. السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وصلت إلى قمة الكمال البشري فعادت محدثة، ينزل عليها الملائكة يحدثونها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، فيصدر عن ذلك مصحف فاطمة. لا نقول ذلك مبالغين أو مغالين. أوليست مريم العذراء رأت الملك عيانا فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا؟ من كانت تخاطب؟ أوليست تخاطب الملك في ذلك؟ أولم يوحي الله إلى أم موسى أن ارضعيه؟ أولم يبشر الله عبر ملائكته الحاضرين في مجلس نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، أولم يبشروا زوجة إبراهيم بابنها وامرأته قائمة؟ فلماذا نستكثر على سيدة نساء العالمين أن تكون محدثة؟ مشكلة البشر اليوم حين يعتقد في أشخاص حاول أن يسمو بهم إلى مقام الزهراء وعلي فلم يستطع، فعاد منتقصا من مقام الزهراء وعلي لكي يواكبوا شخصياتهم. فالزهراء محدثة، وهذه أول كمالاتها وأبسطها،
الملائكة تتعلم منها لا أنها تعلمها. قمة الكمال وصلت إليه الزهراء صلوات الله وسلامه. وكم نحن بحاجة في واقع النساء وفي واقع المرأة إلى قدوة تحتذى وتقتدى في سبيل الوصول إلى الكمال. كم نحن بحاجة إلى قدوات في واقع النساء عندنا يقتدي بها النساء في الوصول إلى الكمال. كم نحن بحاجة إلى شخصية تثبت أن الكمال ليس حكرا على الذكور، وأن المرأة التي أهينت في محيط العرب والتي كانت تؤد والتي إذا بشر بها أبوها يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، تصل إلى مرتبة تكون أم أبيها. أي أب هذا؟ إنه النبي الأعظم الذي لولاه لما خلقت الدنيا بأسرها، فإذا بالزهراء تعود أم أبيها. وإذا بالزهراء يقول عنها النبي صلى الله عليه وآله: فعلتها فداها أبوها. هذه الزهراء التي يدخل عليها سلمان فيراها تقرأ القرآن والرحى تدور لوحدها، فيعود مستغربا. ما وجه الاستغراب في أن تصل الزهراء إلى قمة الكمال؟ ليس لأنها ابنة النبي صلى الله عليه وآله، وإن كانت تلك جهة كمال. اعلموا كما تقول الزهراء أني فاطمة، هي فاطمة وأبي محمد شيئان فضيلتان، ليست فضيلة واحدة. هي فاطمة هي التي وصلت إلى الكمال، هي التي تعشقت الكمال المطلق فعادت الكاملة والمحدثة العليمة. إذن هي القدوة في مجال الكمال البشري. وثانيا هي القدوة في مجال العفة، إذ أنها المحدثة في الكمال وهي البتول في العفاف. كم نحن بحاجة إلى شخصية تمثل العفة في محيطه. العفة بمفهومها الديني الواسع، لا بمفهوم الحلال والحرام. تارة تتحدث مع أشخاص حول الحجاب أو حول ما ينبغي لبسه وما لا ينبغي في لباس المرأة، فيعود أو فيبادرك سائلا: أو هذا حرام؟ لسنا نتحدث في دائرة الحلال والحرام، بل نتحدث في دائرة الكمال، في دائرة السبل الموصلة إلى الله. لا تعود الدوائر ضيقة باسم الحلال والحرام، فإذا كان حلالا فعلناه وإذا كان حراما اجتنبناه. المكروه ينبغي أن يجتنب أيضا. الزهراء مثال العفاف في إطلاقه، مثال العفاف في دائرته الواسعة. حين يستأذن عليها شخص قد خف بصره فتحتجب عنه أو تحجبه كما تقول الرواية، فيسألها الرسول صلى الله عليه وآله: لما احتجبت عنه؟ قالت: إن كان لا يبصر فأنا أبصر وهو يشم الريح. مثال العفاف المطلق. وثالثا مثال الزهد المطلق. يقول سلمان: دخلت علينا فاطمة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وهي تلبس عباءة قد خيطت في 12 موضعا بسعف النخل. بنت النبي الأعظم، بنت الشخصية الكبرى في التاريخ، تطوي جوعا 3 أيام متصدقة برغيفها ورغيف أبنائها لمسكين ويتيم وأسير.
فتخلدها آيات الذكر الحكيم التي تتلى على طول التاريخ. الزهراء التي طحنت بالرحى حتى مجلت يداها، وطبخت حتى اغبرت ثيابها، وكنست ولم تستعن بخادم إلى أن ألجأتها الأمور إلى طلب خادم، فشاطرت الخادم يوما بيوم. وأي خادم تخرجت من مدرسة الزهراء؟ الخادمة التي تخرجت من مدرسة الزهراء هي المثل الأعلى للمرأة أيضا، تلك المرأة التي لا تنطق إلا بالقرآن. هذا من يتخرج، أو هذه مثال من يتخرج من مدرسة الزهد، من مدرسة من رأت في وجه الرسول علامة لم تكن تراها، ففطنت إلى أن البردة التي علقت على الباب ما كان ينبغي لها أن تعلق على بيت من بيوت محمد صلى الله عليه وسلم، فطوتها وأرسلتها إلى النبي آمرة بالتصدق بها، فقال فعلتها فداها. الزهراء المثل الأعلى للزهد، وهي الزهراء ابنة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. والزهراء المثال الأعلى للكوثر، الكوثر الذي يخرج أجيالا ترب وتربوا في هذا المهد. الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما إمامان، لكنهما تخرجا من مدرسة الزهراء. الحسن صلوات الله وسلامه عليه وهو طفل يفتح عينه على أمه الزهراء في محراب عبادتها في ليلة جمعتها، راكعة ساجدة حتى ينفجر عمود الصبح، وهي تدعو لجيرانها وللمؤمنين والمؤمنات وتسميهم ولا تدعو لنفسها بشيء. هذا الابن الذي يفتح عينه على هذا المنظر وعلى تلك الكلمات الرائعة: بني الجار ثم الدار، كيف لا يتخرج إماما؟ أما الطفل الذي يستيقظ لكي يوقظ أمه وأباه للمدرسة لا لصلاة الصبح، الطفل الذي لا يسمع في بيته ذكرا لله ولا يرى أثرا لعبادة ولا يرى أثرا لزهد، كيف تريد أن يتخرج في هذا المجتمع زاهدا قائدا عابدا؟ الكوثر ليس في الكثرة بل في الخير الكثير. إمامان تخرجا، وإن قلت أنهما معصومان عرجنا على الصديقة الصغرى زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. هذه البنت التي لم تعصم بالاصطلاح وإن كانت معصومة بالجواز، ابنة الزهراء التي ترى أمها تقوم في محراب عبادتها ليلة جمعتها لا تترك صلاة الليل في ليلة 11 من المحرم، وإن كانت الهموم والمصائب هدتها لتصليها من جلوس، لكنها لا تترك صلاة الليل، لا تترك تلك الرابطة مع الله عز وجل، إذ أنها خريجة مدرسة الزهراء. لم تكن أي مدرسة قادرة على تخريج شخصية عظمى كزينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، التي حملت لواء ثورة الحسين، ولولاها لما خط هذا التاريخ يا أصحابنا. وأخيرا تبقى الزهراء النموذج الأروع للزوجة. الزهراء في كمالها، الزهراء
التي سميت زهراء لأنها كانت تزهر في بعض الروايات لعلي صلوات الله وسلامه عليه، ولأنها كانت زهراء. لكن تبقى الأيادي الآثمة والألسن المريضة والنفوس الخبيثة التي تريد أن تطوي كل فضيلة، وإذا بها تعبر عن الزهراء بعبارات يخشى الإنسان ويستحي أن تذكر. الزهراء إنما سميت الزهراء وإنما سماها الرسول صلى الله عليه وآله بالزهراء لجمالها وكمالها، لكنه ذلك الجمال الذي يشتق من الجمال المطلق، لكنه ذلك الكمال الذي لا ينظر، لأنه كمال متصل بمعين، متصل بنبع دائم. ليس الكمال والجمال الذي نبحث عنه نحن في اختيارنا لزوجاتنا، وإذا بأعظم أو أكثر حالات الطلاق تحدث في فترة الاختيار، يعني فترة ما بين العقد والدخول. وسلوا المتصدين لأمور القضاء في مجتمعاتنا لتجدوا أن حالتين من 3 حالات طلاق تقع في الفترة المسماة بفترة العقد أو فترة الدخول. ما لنا بالأمس كنا نتزوج لأمر آبائنا، لم نكن نعرف البنت ولا نرى شكلها، اليوم راحوا يتزوجون بناء على المعرفة وبناء على الصور باصطلاحهم، فإذا بحالات الطلاق تكثر، لأن كل من الشاب والشابة يبحث عن جمال ناضج، فإذا به بعد أن يصير الشيء تحت يديه ينظر فيبحث عن جمال آخر، وهكذا لا يصل إلى شيء. لا الزوجة أو الشابة حاولت أن تظهر الكمال الذي لا ينظر وجمال الروح الذي لا ينتهي، ولا الشاب أو الزوج بحث في زوجته عن ذلك الكمال. أو تعلمون أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ما كان يعطي ظهره للزهراء أبدا، وإذا أراد الخروج من باب البيت استدبر الباب بظهره وأعطى وجهه للزهراء احتراما لتلك الشخصية العظيمة، احتراما لهذا الكمال. وحق له أن يقف على قبرها باكي العين لفقده هذا الكمال. ليس جمالا طينيا ذاك الذي خسره علي، لكنه كمال كان يسمو به ويرتفع به إلى الأفق الأعلى إلى جوار النبي صلى الله عليه وآله. فلنقتدي كشباب وشابات في اختيارنا للزوج والزوجة لعلي والزهراء في البحث عن الكمال. المرأة تحاول إظهار الكمال والرجل يبحث عن الكمال. أما الجمال الذي ينتسب إلى الأرض مآله الأرض. خلاصة الحديث في ذكرى ميلاد الزهراء صلوات الله وسلامه عليها نحتاج أن نرجع الزهراء لواقع الاقتداء في حياتها، وواقع الاقتداء في حياة نسائنا على وجه التحديد، في علمها، في كمالها، في زهدها، في تربيتها لأبنائها، وفي وفائها لزوجها، لنؤدي جزءا لا يمكن تسميته جزء إلا تسامحا من الحق الذي في أعناقنا تجاه هذه الشخصية العظيمة. السلام عليها يوم ولدت ويوم استشهدت حزينة مضطهدة مكروبة، ويوم تبعث شافعة مشفعة لشيعتها. جعلنا الله وإياكم منهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.